السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل بقى القراقيش بالعجوة، حاجة كده تحفة مع الفطار وطعمها هيعجبكم جدا، بعجينة مختلفة عن القراقيش اللي بنشوفها. تعالوا نشوف هنعملها ازاي، وتعالوا نشوف معايا المقادير. معايا عجوة الحشوة، ومعايا المقادير كلها هكتبها لكم في صندوق الوصف. معايا بيضتين كبار، لو صغيرين هتحطي 3 بيضات، وهنحط عليهم الفانيليا، ومعايا سمنة على زيت، ومعايا سكر مطحون، وكمان لبن للعجن، والدقيق هنحط عليه بيكنج باودر. حطيت البيضتين زي ما انتوا شايفين، هنضربهم. السكر لازم يكون مطحون عشان يعني تعرفي ان هو خلاص داب بسرعة. ضربناهم مع بعض. بعد كده هنزل بالسمنة والزيت، سمنة على زيت، كوباية سمنة على زيت الاتنين مع بعض. العجينة شبيهة للبسكوت، بس جربوها هتعجبكم جدا، مش هتبطلوا تعملوها صدقوني. بعد كده هحط بقى الدقيق واحدة واحدة كده، ضروري نرخله عشان لو في اي زيادات، لو انت متأكدة من الدقيق بتاعك تمام. وكيس بيكنج باودر على الكيلو دقيق. هنبدأ بقى كده ندخل كل المكونات كده مع الدقيق، وبعد كده هنبدأ ننزل باللبن واحدة واحدة، وهنعجن كويس. بصوا العجين يعني مش عايزاكم تعجنوا كتير، انا هلمها بس باللبن، مش هنعجن كتير. العجينه دي مش عايزه عجن كتير، يا دوبك بس تلميها باللبن وتبقى عجينه ملساء كده. وهنبدا نشكلها واحده واحده. عايزه اقول لكم الصاجات لازم تكون مدهونه زيت، عشان لما تيجي تطلعيه ما يلزقش معاكي. الفرن لازم يكون سخن قبل ما تحطيه. الوش هندهنه بيض، وعليه رشه فانيليا عشان الزفاره طبعا، وسمسم، لحد ما تاخد منك بس ايه اللبن. يعني انا حوالي خدت مني ربع كيلو لبن. اهي بصوا العجينه كده كده كويسه قوي. هبتدي بقى نفرد بقى على الرخامه، هنحط العجوه في النص ونشكل على حسب بقى التشكيل اللي انت عايزاه. انا ده التشكيل اللي كان مناسب. حطيته اهو في الصاج ودهنته، وادي شكله النهائي. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، وهستناكم في حلقه جديده، ولو في اي كومنت هستناه برضو في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه